يا الربع في موضوع خطير وصاير هالكم من يوم في قطر. في هاكر الحين منتشر. احنا شباب ما يعيبنا شيء. انا اليوم هكروا سنابي وايميلي وانستغرامي. فهاي واحد شي مثلا يهكر سنابي، يدخل عليك على اساس انه واحد من ربعك، يطلب ايميلك او رقمك، عاد انت تعطيه، تثق في رفيجك انت. فنصيحة مني لكم يا الربع، كل واحد يكلم اللسه اللي عنده في السناب، وكل واحد يكلم ربع. ما نبي نتاذى اكثر من كذي. وايد بنات تاذوا، وايد شباب تاذوا. الله يستر علينا وعليكم. كل واحد الحين يطرش في السناب وفي الواتساب وفي الانستغرام. ترى حتى البحث الجنائي ما يدرون. الموضوع وايد خطير ومنتشر بطريقه غريبه، ما حد يدري. انا كلمت البحث الجنائي وقدمت شكوى، وبكره بروح لهم. انا تاذيت ووايد ناس تاذوا. انا ريال عادي يعني، اوكي هكر حسابي، لو يطرش صوتي انا مفسخ ما يبني شيء. بس بناتنا الله يستر عليهم، ينقص عليهم شيء، يهد صورهم، لان وايد ناس تاذوا. كل واحد من الحين، كل واحد يحذر اهله، يحذر. هاي الله يستر عليكم يا الربع. انا قاعد انشر لكم من وجه الله وقاعد احذركم. يدخل على السناب، يدخل على انستغرام، ما ادري، بس ابن الكلب يقعد يطلب الايميل، وتدري احنا على بالنا انه واحد من الربع هاي، ونعطيه ويهكر. اللهم اني بلغت يا الربع. كل واحد يكلم اللي عنده في الجروبات، في كل شيء. على بالكم انا استهبل؟ كيفكم؟ انا ما قاعد استهبل، والموضوع بتعرفون. اذا ما عرفت اليوم بتعرفونه باكر. ابن الكلب حاطه القطر في راسه. السلام عليكم يا جماعة الخير، يا الربع يا جماعة. في هكر جديد واصل عنا الإمارات، موضوع مهم جدا جدا. الهكر هذا هكر عن طريق الواتساب، يهكر الواتساب مالك. طبعا صار لي أنا هالموقف، هكروا واتسابي ودخلوا على الواتساب مالي، ويكلمون الأرقام اللي أنا حافظنهم سيفنهم على أساس إن هذا أنا، يطلبون مثل من ربعي ولا أي رقم، المهم أنا مسجلنه. يطلبون منهم صور، يطلبون منهم بيزات، يطلبون منهم ما أدري شو. المهم هذا الشخص ملعون قاعد يلعب بالتليفونات ويهكر على حسابات. وهذا المهم هالهكر جديد واصل عنا الإمارات. هذا الهكر جديد واصل عنا الإمارات، أحذركم يا جماعة الخير. تقريبا وصل باقي الدول الخليج. بس أنا أقول حق هالكلام أوجه، أنا عادي ما عندي أي مشكلة. يهكر حسابي يهكر، يدخل على صوري خليه يدخل صوري عادي، ريال أنا. بس أنا أحذر البنات. طبعا هذا يهكر ياخذ الصور ويهكر على حسابات آي كلود ولا انستغرام وغيره وغيره. أنا حسابي كامل تهكر، انستغرام وواتساب وغيره وغيره. فأحذركم يا بنات، خصيصا الكلام حق البنات اللي عندها صور في تلفونها تحوله على فلاش ولا لابتوب ولا مكان ثاني. المهم هذا هكر جديد واصل عنا الإمارات عن طريق الواتساب. حذرتكم يا بنات، امسحوا الصور ولا احفظون مكان ثاني. مع السلامة. السلام عليكم يا جماعة. أنا محمد مطالقة. امبارح صارت معي قصة، واليوم تأكدت منها من الشباب بالدوام، فقلت حبيت أبلغكم بما أنه أنتوا باللستة عندي. يا جماعة امبارح وأنا قاعد كان تليفوني تيجي مسجات على الواتساب، وكأني أنا قاعد أكلمه بس أنا مسكر الجوال. فمسكت تليفون صاحبي وفتحت على اسمي على الواتساب من عنده، فشفت حالي أنه أنا أونلاين مع أنه أنا مسكر الجوال. بعثت له من تليفون صاحبي ورد علي، بيرد بكلام انجليزي طبعا. فانا توقعت انه حركة من الشباب، حد فاتح تليفوني من الشباب، حدا ماخذ الاكاونت. بس بعد ما تأكدت هسه بالدوام عندي الشباب كلياتها بيقولوا لي انا تهكر حسابي، انا واحد داخل على الواتساب ماخذ كل الصور. فيا جماعة في واحد شغال على قطر، وبما انه امبارح مسك تليفوني انا، ايش سويت انا؟ عملت ديليت للاكاونت. اعملوا كلكم، اعملوا ديليت للاكاونت، كل يومين ثلاثة اعملوا ديليت للاكاونت ورجعوا الواتساب مرة ثانية. امسحوا كل الصور اللي على التليفون لانه شغال من فوق وتحت. انا ماسح الواتساب اللي عندي من امبارح، ولسه اليوم كمان راح امسحه، وبكرة راح امسحه، لانه نص اللي عندي بالدوام مهكرين حساباتهم. وانا هلا راح ابعث لكم تسجيلات على الناس شو صار معاهم. اللهم اني بلغت، اللهم فاشهد. واي شيء بيجيكم مني انه على اساس محمد مطالقة تبقى يا ابو محمد. المشكلة قعدت اسجل لكم موضوع وطولت يمكن 5 دقائق وانا اسجل، ودق علي واحد عله وفصل علي التسجيل. المهم الموضوع كالتالي. موضوع طال عمركم امس في واحد في سناب شات ضايفني، ما ادري من هو.
بس اعتقد انه انجليزي او شيء، مكتوب بالانجليزي الين سوسة. فانا استغربت، قلت هذا انا متى قبلت اضافته في سناب؟ متى دش علي؟ كنت كتبت له مرحبا، ما رد علي، كتبته بالانجليزي يعني مرحبا من انت وكذا. المهم يشوف ولا يرد علي، عقبه قاعد يطرش كلام كانه اسباني فرنسي ما ادري وشو، مش مفهوم بالانجليزي، يعني حاولت اترجم بس ما فهمت له. عقبه وانا اسولف معاه طرش لي صوره، قمت انا فتحت الصوره، يوم فتحت الصوره الا صورتي وانا منسدح على السرير. هنا صدمه، انصدمت، شلون فتح الكاميرا الاماميه وصورني وانا ما ادري؟ وتروعت واقوم اسكر على طول الكاميرا الاماميه، اسكرها باصبعي واقعد اسولف معاه بيستدرج شو سالفته، واكلمه ويتكلمني بكلام ما فهمته. قلت خليني اكلمه مكالمه فيديو اللي في السناب، كلمته مكالمه فيديو اللي في السناب، ابي اشوف وجهه وش سالفته وش ذا. المهم وانا اكلمه كذا، طبعا انا كاميرتي سواد لاني انا حاط اصبعي على الكاميرا الاماميه، فايش سوى هو الكلب؟ فر الكاميرا الثانيه، شوف استارح عندي في الغرفه، اثر شغل الكاميرا اللي ورا. هذه مصيبه كبرى الصراحه، مصيبه. يعني البنات اللي عندهم سناب شات وذا، يعني دير بالكم اللي عنده هلا ولا شيء عنده سناب شات خلاص ما عاد في امان، يحط ستيكر لزقه ولا شيء قدام ورا على الكاميرا، لا عاد يستخدمون الكاميرا نسوان كلش. حتى انت يا رجال يعني لو جيت دخلت عندهم اهلك ولا شيء سكر كاميراتك والله، يعني دي مصيبه بلوى. ما تدري يمكن ياخذ صور يصور عقب اخر شيء يهددك في صور اهلك ولا يهدد احد من اهلك في الصور، والنسوان ضعاف ما يتكلمون، والله انها مصيبه.